عن برية فاروي عني من حديثي إن تكون يا سعد أهلا إنه سر شهيف ليس لي الآية يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الناس يستر غير عن عبد دقين صوفي صاف محرر ذي شريعة وحقيقة جمع الفرع وأصلا أين أرباب المثاني والعلوم اللدنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص لعموم علة من بعدنا أهلا أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة فإذا ما قيل من ذا قل هو صب المولى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهانه من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا بحصن الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله جازه بإحسان
الله الله. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه. إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه. سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله الله سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله مجالس ذكر روضة الجنان فمن يخلد فيها راجعا فالخلق مواه. مجالس ذكر روضة الجنان فمن يخلد فيها رجعان والخلق مواه. سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله الله سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله الله. نحن العبيد له في ذكره شرف لنا عبدي مولاه. نحن العبيد له في ذكره شرف لنا وفخر وفخر العبد مولاه. سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله الله سبحان من ذكره عز لذكيره وهو الجليس له. الله أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت داعيا فاقصد حماهم. أهل الوفاء هم لمن وفاهم إن رمت داعيا فاقصد حماهم. أهل الوفاء هم
Cek. Cek. الفاتحة لمن نوينا ونوى أسلافنا صالح وأباؤنا صالح فنهل هذه النية قلة صالحة وإلى حد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاقبل يسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدعو ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسسن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتاب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذي من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ الذي يعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سؤال مريب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث مسرة الأحلاس والمعوذة من كان ذل بثبابهم ثم إلى رسوس Almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segawa Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segawa Sayyidil Walid Al-Habib Agil bin Hasan Al-Haddad Al-Habib Hasan bin Umar Al-Haddad Ummi Rahimah Farida binti Abdurrahman Kamil وأصول وفرهم وإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى طيبة وما في الكل بقعة مثل طيبة بها قلبي يطير إلى الشباك والمحراب والروضة الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل ونزل القرآن فيها بروح القدوس جبريل يعود الحي كتب له العودة وتيسير السبيل يا سيدي يا رسول الله يا مدهون جاه عند الله إن المسن إن قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون يا سيد الرسل هدينا هيا بغاه إلينا الآن يا همة سادة الأقطار ما عادينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين
الناس ساقى فنا خارق العادة السيدة كامل الأواب العجروس مطهر القترية سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ربنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق واحموا مده نسقوم الغنى من جملة الشر والبلوى بشرى لنا نيل المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نيل المنى زاد العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفنانا والدار أنجز عده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا رسول بشرى لنا بشرى لنا زال العنا وفنانا يا رسول الله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ما زنكون وفيك قد حل الرسول يا طيبة ما زنكون وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى بشرى لنا للمنى وفلنا والدار
لمن رآني توبى لمن رآني توبى لمن رآني وآمني توبى لمن رآني وآمني توبى من لم يراني وآمن بي توبى لمن رآني توبى لمن رآني توبى لمن رآني وآمن بي توبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن رآني وآمن توبى لمن رآني توبى لمن رآني توبى لمن رآني وآمن بي توبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى من لم يراني وآمن بي توبى لمن رآني توبى لمن رآني توبى لمن رآني وآمن بي توبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن رآني وآمن يا إلهي شرفني مناما أو يقظة بالرؤية الحبيب الهادي المصطفى ولو لحظة يا الله يا إلهي شرفني مناما أو يقظة بالرؤية الحبيب الهادي المصطفى وإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد
من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وابت من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلى ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلى ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذوي سلطان وعليه برهانه المقصد في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم سانه خلق حتى الحكمة وطوى عليها علمه وزل له من فائد منة ما زال به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أصرف حلق هذا لعبد الرحمن تلقت ردته عزلية بحق هذا العبد المحبوب فانتشرت آشار صرفه في عالم السعادة والغيوب فما زال هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة جهرت في حكي المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بتراج التكريم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله تجل الحق في علام قدسه الواشي تجلي قد بانتشار فضله في غريب وشاسي فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده في تعداد ولا يمل تكراره بكسرات ترداد حيث أبرز من علام الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أشراره في أقصى أكوان فما من شرير أتصل به قلب منير إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الآن ما نوالا جال من صرف الوجود بنور غمار الكون بحجة وجمالا قد تراك في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال وهو من فوق علمي ما قدر عنه رفعة في صونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرات الامتنان
ما 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 يجز عن وصفه اللسان ويحار في تعتقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الحلق يا نور فتنارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجاءته هذه البشارة وتلاقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجسر للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم يا جالي الصلوات وأجماعها وأذكى تحيتي وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله به في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهمة المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلهي بحق سيد السقف علي ووالده وإخوته الأفاضل إلهي بجاه سيدي علي السقفي ففرج عنا ما هم في القلب والبال
السقف علي ووالده وإخوته الأفاضل إلهي بجاه سيدي علي السقف ففرج عنا ما هم في فإني ربي على يقين بلا شك لتقضى الحوائج بجاهه والآل هو ابن الإمام عبد الرحمن العالم من علمه بركة في الحال والمآل إلهي بحق سيد السقف عالي ووالدي وأمتي إلهي بجاه سيدي علي السقف ففرج عنا ما في القلب ووالده أحمد بن عبد القادر هو ابن علي وهو كسيدي علي هو ابن شيخ الأقطار بسيد عمري سقفي صافي وهو قطب الولي إلهي ووالده وإخوته الأفاضل إلهي بجاه سيد علي السقف ففرج عنا ما هام في القلب والبال بهم وبآلهم وسادة العلاوي وأولياء الكون اغفر ربنا زلالي ووالدي ومعلمي وأولادي وأهل بيتي والمسلمين جمعا كلي إلهي بحق سيد سقف عالي ووالده وإخوتي الأفاضل إلهي بحق سيد علي السقف ففرج عنا ما هام في القلب والبال وعورتي استر وروعتي امن واكفيني شرا لذي شر بالنهار والليالي وبارك في الارزاق والمال والعيال وحول بهم حالي إلى أحسن حالي إلهي بحق سيد السقف عالي ووالده وإخوته الأفاضل إلهي بجاه سيدي علي السقف ففرج عنا ما هم في القلب
ستر الجميل تولني وبصليل الأعمال اغفر لي في الأجل إلهي حقي سائل السكر علي وولدي وإخوتي ولله المن والحمد يا ذا الجلال والإكرام اقبل وعاجل لنا بالقبول وأزرع صلاتي والتسليم على النبي جد سيدي علي وصحبه والآلي إلهي بحق سيد السقف علي ووالده وإخوته الأفاضل إلهي بجاه سيد علي السقفي ففرج عنا ما هم بالقلب والبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا بحبيبنا سقافينا ولينا إمامنا وشيخنا قدوتنا سيد علي وليدنا أستاذنا فرح قلوبنا فرج كروبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا واكشف عنا همومنا غمومنا والطف بنا فيما قضيته لنا واشفي مرضانا بالعجيل يا ربنا وعافينا من البلاء ما عمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
عاقبتنا واغفر واستر ذنوبنا عيوبنا واعفو عنا ما ارتكبنا وجنينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا وأصلح ديننا دنيانا أخرانا واختم لنا والمسلمين بالحسنى بحبيبنا سقفنا ولينا إمامنا وشيخنا قدوتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا ثم الصلاة على الرسول نبينا محمد وآله الأطهارين والصحب الأكرمين والتابعين ما دعونا يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا صل على النور الجلي سيدنا محمد وآله ذوي المعالي وارضى يا ربي عن سيدي علي وانفعنا به وصحبه وسلم وانفعنا به وصحبه وسلم اللهم صل على النور الجلي سيدنا محمد وآله ذوي المعالي والله يا ربي عن سيدي علي وانفعنا به وصحبه وسلم وانفعنا به وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين
فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب دمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتصرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيبكر ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الهروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعسر مشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تغرب الأقلام عن سؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أسراب المخلوقين وما أكرم الله به بمولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يدفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والسمائله التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور نور المبدأ بهذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين
أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أغشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الترة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله منذ علقت بهذه الدرات المكنونة والجوهرة المسنونة والكون كله يسبح ويوصي بسرور وابتهاج بقرب الظهور إسراك هذا الصرد والعيون متصوفات إلى بروزه متشوقات إلى اعتقاد جواهر كنوزه وكل دابة نقرس نتقت بفصله العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا عتت بحملها بغلام من بركات والسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفراه بملاقاة شراف البرية وبروزه من علام الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله بالوجود بحجة ذكر مبسطة في علم الكبير مائلة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qasidah yang biasa dibawakan almarhum Al-Murabbi Al-Habib Muhammad bin Husin setiap maulid sebelum asraqal, sebelum fahina biasa baca jamajar, tahu tuh. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'indallah innal musiina qad ja'uk li dhanbi يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا الخطاب ما عنينا
ابن عيسى بالسادات ثم المقدم ولي الله فوز الورى قدوة الكنات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله الوجيه لدين الله سقفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العيدروس مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسوار وحمومتي جدكم الغنام من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إذا قد جاءوك لذنبي يستغفرون والنسب الأسلام والعلم والحلم والتقوى في جدكم وبكم تنجاب صاحب البلية وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوض هذا الحبيب على ند السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامتر لوجوده إلى أهل الوجود الثاثد وصنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله إلا الله الله أكبر والقدرة كشافت جناح هذا النصور يبرد نوره كاملا في عين الظهور نورا صلى الله عليه وسلم
فوق كل نور وانفذ الحق وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عنده أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحميد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله سلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآهل الكون أنس والسرور القد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطرب يهدى المثاني فهزار اليوم لغرد واستضيء بجمال فاك في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يلفت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حال جل أيام صوم العد إذا هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا
أسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهج السبيل مرحبا كيفه نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحم ربك وقالت الشفاء فأضاء له وما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض القصور الروم قالت رضاعه المرضعات وتفرد رقبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة الشوابك القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مغنونها نازل قلبها من الجرح والسرور ونازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامات عند الله حظ موفور فهنت عليه هنو الأمهات على البنين ورغبت في وضعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بتلبية ندائها لما رأت من صدقها في حسن التربية وفور دواعيها فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة بعين عناية منظورة فشهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه حادث تخشى ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من هز القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف سماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبداره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه وشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة إطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر نفحات القربية
ووجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولده جميع الهبات ونادته بشرف التسليمات بعد أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها ذات للذات وتتلقى عواتم الرحمات وسوابق الفيضات وعيد الخضوع والإخبات رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء أقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عمل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تؤرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يدمع طامع في اطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإن حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا إلى حضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم رفع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائم المرء الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرائر الأوصاف المحمدية أقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعله محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحد الرحال فتخشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم ذلك في عبادك وسابق إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه، وعم ببركاته وشريفه وإجهاته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مأنا
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأمل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرث المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك في الصدق في ذمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا حبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل صواب مقران من القرآن العظيم ومحل من لا إله إلا الله ومستحبه ومسبح وبيام من صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته من الأرواح الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع الصوفيات المحققين وجميع ساداتنا لأبي علوي بمشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا رؤوسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسنساس الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن سقاف وأولادي 13 والحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر والحبيب علي بن بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر عدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله عيدروس بالأدن سيدنا فخر الوجود شيخ بكر سالم سيدنا الإمام سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن محمد الغزالي شيخ أحمد الرفاعي شيخ البدوي شيخ الحسن الزازي ومد عبد الرحيم سيدنا سيد عبد الوهاب الشعراني سيد قبل الأنفاس الحبيب عمر بن إبراهيم العضاس سيهبار سيد الإرشاد وقصير بال البلاد الكتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عمر بن الحداد والحبيب أحمد زين الحبسي باب سلمى أسأل الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر الصدوق والحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن محسن العضاس بن سلم العضاس والحبيب أحمد بن طالب العضاس والحبيب محمد بن عدروس الحبسي والحبيب محمد بن أحمد المخدار وسيد الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب والحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه والجعفر بن السقاب والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ومن عبد بن جنة بن صالح بن حامد والحبيب أحمد مشهور من الحداد وسيد قطب العلم سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب والعبد القادر السقاب والحبيب محمد بن علي المالكي الحبيب سالم دريال المربي روح الحبيب محمد بن سلم العضاس وسيد الوالد الحبيب علي بن عبد بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن السقاب والحبيب أحمد بن السقاب أستاذ جرقاسي وأستاذ حسن وإخواني وصولهم ورسولكم عليهم أجمعين ثم على سيدنا الوالد الحبيب عقيل بن حسن الحداد وإن شاء الله أم البركة فريدة من عبد الرحمن الحبيب حسن عمر الحداد وعبد الرحمن كامل سنة وإخواني وصولهم ورسولكم عليهم أجمعين ثم الأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا ومن حسن إلينا من استمعنا بسببهم اجعل اللهم ذابنا إليهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وإذكرنا من النار ومن الله عذاب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا واياهم الجنه مع الاباء والامهات انك سميع قريب مجيب دعوه وقاضي الحاجات اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم استر امه سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم فرد عن امه سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا ووالدينا ومعلمينا طول عمر في صحة وعافية طول عمر في صحة وعافية طول عمر في صحة وعافية اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Sedikit informasi kepada pemilik kendaraan B1766 TOZ, lampunya masih menyala. Sekali lagi diinformasikan kepada pemilik kendaraan B1766 TOZ, lampunya masih menyala. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini gak pakai MC-nya langsung Anda. Alhamdulillah kita telah kedatangan guru mulia yaitu Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Al-Allamah Qutbil Alam Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segap dan adik beliau Sayyidil Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segap. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat afiah, segala urusan dan hajatnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para habaib, para guru, para orang tua, hadirin sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai mengadakan acara Isra dan Mi'raj sekaligus Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyingkat waktu karena beliau ada keperluan kepentingan yang lainnya, kita persilahkan kepada kita punya guru yaitu Sayyidul Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidul Walid Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir. Waliyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Allah izinkan kita dapat berkumpul kembali di tempat kediaman Al-Ustadz Al-Habib Faisal Ibn Aqil Ibn Hasan Al-Haddad, majlis yang dibinanya sejak lama, dari mulai yang Al-Faqir tahu yaitu di Ciawi, betul, tahun 2001 itu belum kawin tuh. Ya. Alhamdulillah pada akhirnya terdampar ya, di Tajur Halang. Inilah segala apa yang menjadi jerih payah Allah berikan tempat sebaik-baiknya tempat, karena tempat ini adalah tempat berakhirnya Allah panggil almarhum ayahandanya yaitu Al-Habib Aqil bin Hasan. Luar biasa. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis Raudatul Haddad yang dibinanya akan terus sampai kepada anak cucunya untuk manfaat kepada wilayah di mana Allah izinkan ada di tempat ini. Mudah-mudahan keluarga masyarakat yang ada di Tajur Halang dapat berbenah diri untuk dapat menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat saja, betapa
Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala an, di dalam kitab sifat 20-nya, beliau menyampaikan satu kewajiban untuk kita, diwajibkan atas tiap-tiap mukallaf, laki atau perempuan yang telah berumur akil baligh. Untuk apa? Diwajibkan bagi mukallaf, laki atau perempuan, untuk mengenal, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal hal ihwal. Mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tetapkan berpindahnya nur Nabi Muhammad ke dalam rahim ibundanya dari ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sanalah terukir sejarah tentang berpindahnya, yaitu nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai disitulah umat Islam diwajibkan mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak kita setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj, memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita betapa minim mengenal sirah nabawiyah, mengenal apa yang diwajibkan. Di dalam syariat agama wajib hukumnya kita mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah riwayat Mi'raj akan dibongkar, dari mulai Allah titipkan nur Nabi Muhammad di dalam rahim ibundanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Selain daripada itu, jadi Al-Faqir singkat-singkat aja ya, dikarenakan nggak mungkin dijelaskan secara detail, 3 bulan nggak kelar nih. Akhirnya kesian yang mau kawin nggak kawin-kawin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberanakkan. Rasulullah diberanakkan atau dilahirkan di negeri Mekah. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, mempertunjukkan akan keagungan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ila akhiril ayat. Tidak cukup sampai di situ. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai, yaitu dipinang oleh suku bangsa Sa'diyah yang kita kenal adalah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Betapa keberkahan sejak ibunya, ibu susunya Rasulullah, yaitu Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala an, yang kita jangan beranggapan bahwa Halimatus Sa'diyah ini wanita kampung, wanita yang tidak ada harganya, wanita badui, wanita yang hanya bisanya memerah susu daripada domba-dombanya. Perlu kita ketahui dengan kita mempelajari sejarah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Halimatus Sa'diyah. Tidak cukup Halimatus Sa'diyah, Suwaibah As-Salamiyah, bahkan adalah Ummu Aiman yang merawat Rasulullah dari sejak lahir sampai umur 6 tahun.
Luar biasa ini Ummu Aiman. Ketika ibundanya Sayyidatuna Aminah wafat, meninggal dunia di Abwa, satu-satunya manusia yang mendampingi Rasulullah di Abwa adalah Ummu Aiman. Dialah yang tahu betul ketika Rasulullah dilahirkan sampai ibunya meninggal dunia. Ini yang perlu kita pelajari. Bukan gak ada maknanya kita memperingati Isra wal Mi'raj. Bukan tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya memperingati Maulidir Rasul. Tapi kelemahan kita umat Nabi Muhammad gak mau sekedar membaca sirah nabawiyah. Semalam Al-Fagir berbicara di satu masjid. Al-Fagir tanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak, itu Nabi Allah Musa agamanya apa? Nabi Isa itu agamanya apa? Enggak ada yang tahu. Ini berkaitan dengan yaitu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnah yang datang kepada Rasulullah, fitnah kepada yaitu istrinya yang mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bahwa beliau adalah yaitu Nasrani. Ketika seorang pemuda dari Nasrani berusaha mendekati muslimah, mengatakan kepada orang tuanya, aku akan melamar putrimu. Bagaimana pendapat Anda wahai orang tua? Bagaimana mungkin kau mampu melamar putriku muslimah sedang kau dalam Nasrani? Sudahkah Anda lupa, kata pemuda tadi, bahwa nabimu menikah dengan Nasrani itu Khadijah? Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa Sayyidatina Khadijah dari sejak kecil dididik oleh pamannya. Waragah bin Nawfal, seorang yang buta ahlul kitab, yang menguasai kitab Taurat, Injil dan Zabur. Sayyidatina Khadijah dididik menurut ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam. Syariat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa dalam bentuk kitab Zabur. Sayyidatina Khadijah paham betul, mempelajari kitab Zabur sama sebagaimana yaitu pamannya Waragah bin Nawfal. Sehingga Sayyidatina Khadijah dapat dipastikan dia adalah muslimah. Karena dia ahlul kitab, dididik oleh pamannya ahlul kitab. Makanya Al-Fagir tanya kepada jamaah pada malam hari itu, ya, apakah Nabi Musa, agamanya apa Nabi Musa? Mereka nggak tahu. Ya Allah, kita tanyakan lagi Nabi Isa agamanya apa? Nggak ada yang tahu. Kalau begitu Nabi Muhammad agamanya apa? Baru mereka mengatakan Islam. Dari mana kau katakan Nabi Muhammad Islam, sedangkan Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatina Khadijah pada saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul. Ini yang perlu kita tahu. Kita akan digocek, akan dipermainkan akal pikiran kita. Kekosongan, ketidakpahaman sejarah tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul. Jadi pandangan mereka orang-orang liberal bahwa Nabi Muhammad adalah orang Nasrani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sinilah butuhnya kita mempelajari sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Sayyidina Ibrahim, melahirkan seorang putra Sayyidina Ismail terus sampai kepada Sayyidina Adnan, melahirkan anak keturunan bangsa Quraisy. Di sanalah bangsa Quraisy dipercaya oleh Allah untuk menjaga Ka'bah Baitullahil Haram, yang mereka beribadah kepada Allah
Sebagaimana yang kita ditunjukkan ketika Rasulullah sebentar lagi menerima wahyu ilahi yata'abbadu fi ghairi hira'in ala millati jaddihi Ibrahim. Rasulullah beribadah sebagaimana apa yang diajarkan oleh pamannya, kakeknya terus ke atas. Mereka beribadah kepada Allah. Agama yang dipelajari dari kakek-kakeknya yaitu Sayyidina Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad pada saat itu Muslim. Kita jangan diam, serang mereka dengan medsos kita. Kalau enggak, mereka merajalela menganggap Nabi kita ini adalah Nasrani. Sayyidatuna Khadijah Nasrani. Jadi Bapak jangan melarang saya untuk menikah dengan putri Bapak yang muslimah. Sedangkan nabimu Nasrani, istrinya Nasrani karena mereka ahlul Jadi kita selalu memperingati Maulidir Rasul, Isra wal Mi'raj. Tetapi ketika Nabi Muhammad dilecehkan, bahkan istrinya dilecehkan, kita diam. Bagaimana nih kita memperingati Isra wal Mi'raj? Ya, tapi anak-anak kita sudah mulai digerus untuk diberi pahaman bahwa boleh kita menikah dengan selain karena Nabi Muhammad juga menikah dengan ahlul kitab. Dianggap ahlul kitab itu adalah Nasrani. Ahlul kitab di bawah itu pimpinan mereka adalah para anbiya. Ahlul kitab adalah ulama-ulama yang mendapatkan didikan daripada nabi-nabi mereka. Mereka kuasai kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maka mereka dikatakan ahlul kitab. Secara syariat boleh kita menikah dengan ahlul kitab. Yang bagaimana? Yang mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Siapa sekarang daripada umat-umat terdahulu, daripada yaitu nabi-nabi terdahulu, umatnya masih mengikuti ajaran daripada nabi-nabi mereka? Ya Allah. Hanya tersisa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara Waraqah bin Nawfal, kemudian pendeta Bakhirah, dan seorang wanita cantik jelita yang berusaha meminta kepada ayahnya Rasulullah untuk dinikahi karena tahu silsilah daripada Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai kepada Nabi Ibrahim, bahwa nur Nabi Muhammad berpindah dari tulang sulbi ke tulang sulbi yang lainnya, dilihat oleh seorang wanita ahlul kitab, orang Israel pada saat itu, melihat bahwa pada diri Sayyidina Abdullah ada nur Nabi Muhammad. Oleh karena itu diminta, wahai Abdullah, sengaja aku menghadang perjalananmu, hanya aku meminta untuk kau menikahi aku. Kalau kita dihadang sama perempuan cantik, kira-kira gimana? Ya, kita ngendong aja sekalian. Ini buaya Citayam gitu. Jadi Al-Fagir tidak cerita panjang, kepengen Al-Fagir. Antum, mohon maaf, bukan menganggap antum lebih rendah daripada Al-Fagir, tidak. Kita kesian anak-anak kita. Sekarang kita banyak berjumpa dengan guru-guru, tapi anak kita belum tentu mereka bernasib sama dengan kita. Kita yang masih banyak guru aja malas datang ke majelis ilmu. Benar gitu? Iya. Datangnya aja malas. Ya Allah, bagaimana nasib anak keturunan kita? Mau selamat anak keturunan kita? Jangan harap. Kalau bapaknya aja malas ke majelis ta'lim, gak mau mempelajari sirah nabawiyah, gak mau kenal dengan Nabi Muhammad, bagaimana kalian nikmat mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad? Sayang betul, masjid yang begitu besar semalam Al-Fagir hadir, perempuan laki banyak jumlahnya, satu pun mereka nggak kenal bahwa nabi-nabi yang telah dilahirkan ke alam dunia, mereka nggak tahu bahwa
mereka membawa agama yang dia tahu hanya Nabi Muhammad beragama Islam. Selainnya Nabi Isa dianggap membawa agama Nasrani. Nabi Musa sama. Ya, karena Nabi Isa tidak membawa syariat. Karena dia mengikuti Musawiyah. Syariatnya merujuk kepada Nabi Allahmu dan seterusnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ana berharap Raudhatul Haddad, ya, Al-Faqir yakin betul pada Habib Faisal untuk dapat meskipun sebulan sekali tolong dibaca Sirah Nabawiyah dari mulai dasar saja. Dan guru-guru yang lain mohon maaf para muallimin, para asatidzah, para habaib yang hadir di sini yang memang tugasnya juga ada majelis ta'lim di rumahnya, tolong dibuka. Jangan sampai membuka peluang anak kita ini yaitu dicekoki dengan pahaman-pahaman orang luar yang menganggap Sayyidatina Khadijah adalah ahlul kitab, berarti Nasrani, kawin dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga waktu itu belum jadi Nabi, jadi Nabi Muhammad juga Nasrani. Innalillah. Inikah yang akan kita terima melalui anak-anak kita? Apabila anak kita sudah meyakinkan yang demikian, sudah enggak ada lagi keimanan mereka, waliyadzubillah, nas'alullah salam. Sama sudah kita. Ya. Mudah-mudahan biar sedikit aja manfaat kepada antum. Udah 10:30. Ya. Pengen nerusin, belum ketahuan amplopnya berapa. Ustadz gila juga. Ya mohon maaf nih, ngilangin kesedihan aja. Ya. Kalau sudah berbicara tentang Rasulullah, Al-Faqir nggak mampu lagi melanjutkan. Bangkitlah kita umat Nabi Muhammad. Jalankan kewajiban kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sifat 20 tadi, wajib i'tikad bagi tiap-tiap mukallaf, yaitu mengenal. Arti mengenal berarti ada ilmu di dalamnya. Ya, jadi tidak cukup kita mempelajari sejarah, tapi di sana ada ilmu yang akan membongkar sejarah, karena sejarah ini banyak tipu daya. Sejarah banyak ditulis oleh mereka orang-orang Yahudi, makanya dibutuhkan ilmu. Tadi Habib Utsman mengatakan wajib kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Artinya dengan ilmu. Jadi ada sejarah yang memelintir, yang membahayakan kita. Oleh karena itu dibutuhkan pembimbing, seorang guru yang kenal betul selak beluk tentang sejarah Nabawiyah. Itu saja yang perlu Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf karena Al-Faqir harus tinggalkan tempat ini lagi. Masih ada satu tempat yang harus Al-Faqir hadir. Juga Ustadz Muhammad kemungkinan juga akan hadir. Mungkin di akhir nanti beliau setelah dari sini. Itu saja, mohon maaf. Faisal maafin. Juga para jamaah bukan tidak sopan. Cukuplah apa yang Al-Faqir datang ke sini hanya ingin memastikan bahwa kita mencintai Rasulullah. Tapi kecintaan itu yang kita wujudkan di dalam peringatan Maulid maupun Isra wal Mi'raj harus dibarengi dengan ilmu. Belajarlah, duduklah. Ya, jangan menganggap kita adalah orang yang telah berilmu kemudian nggak mau duduk lagi. Ya, kepada guru-guru yang lain, nggak ambil keberkahan. Duduknya kita aja sudah ilmu. Bagaimana kalau kita
bisa berdampingan dengan guru-guru yang lain. Ya Allah, nikmatnya kalau kita duduk bersama guru-guru, ada mubahatsah dan lain-lain, nikmatnya luar biasa. Hidupnya ilmu dengan cara seperti itu. Enggak bisa ilmu hanya sebagaimana apa yang Al-Fakir sampaikan. Ini sih hanya lagi apa? Lagi ngambek. Ya. Bukan lagi ngajar. Ini ceramah boleh ada, boleh tidak. Tapi kewajiban tetap kita harus hadir di majelis ilmu. Itu saja, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Salawat. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية غير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فضلي وتجعدني يا بحر فضلي وتجعدني جدني بوصلي قبل المنية جدني بوصلي قبل المنية غير البرية نظر إلي غير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعهدي لنور عيني يكفي بعهدي يا نور عيني خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجية يا خير مرسل ارحم شجية غير
العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعذلي حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعزلي حرام ولا تعذلوني فعدلي تعلم حرام بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعذلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرتم بخمر الهوى والغرام سكرتم بخمر الهوى والغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام من كان مثلي معنى مضنى ومن كان مثلي معنى مضنى بحب النبي لماذا يلام بحب النبي لماذا يلام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعدلي حرام ولا تعذلوني فعدلي حرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat afiat. Semoga segala hajat-hajat kita diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi guru kita sudah meninggalkan tempat. Mudah-mudahan dalam keadaan selamat, sehat, afiat.
dan juga guru kita sedang istirahat. Biasa pengajian kita kurang lebih tutup jam 11. Masih ada 20 menit. Ana menyampaikan sesuatu apa yang perlu disampaikan kepada para jamaah semuanya. Mumpung ingat, buat Majelis Taklim Ana semuanya di daerah Bogor, Depok, juga Jakarta, penutupannya nanti tanggal 12. Ya, di sini tanggal 12 buat pengajian Ana. Jadi pengajian Ana di mana-mana nggak ditutup dengan baca maulid. Ngaji sudah, nanti baca maulid ini gabung tanggal 12 Maret. Itu pun nanti jam 2 siang karena 12 Maret juga penutupan biasa Ana ngaji tiap Sabtu sore, bertepatan hari Minggu. Jadi jam 2 siang. Diharapkan hadir. Anda kata nggak bisa hadir semua, minimal ada perwakilan. Jadi sistem Majelis Taklim Ana ini seperti sekolahan, ada register. Jadi penutupan biar ketahuan, nggak datang bisa ditutup. Kemudian nanti pembukaan juga akan dibicarakan lagi, insya Allah. Sekaligus tasyakur daripada maulid, daripada Anda punya diri pada tanggal 6 Maret. Ya, karena berhubung Pekalongan, jadi tanggal 12 diundur. Usia masuk ke 25 tahun, alhamdulillah. Alias 50 tahun. Ya, 50 tahun, bini cuma masih atu. Nah, baik. Bertempat di sini alhamdulillah, dari ngontrak ke ngontrak dan sebagainya nggak lain, 2 pegangan saya. Silakan mau diikutin, nggak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini yang Anda dapat dari pesan dari guru-guru Ana, ulama-ulama Ana. 2, kita punya wali, yaitu di rumah kita kedua orang tua kita, di pengajaran adalah guru-guru kita. Itu aja yang kita istiqomah, itu yang kita pegang. Guru dan orang tua, insya Allah. 2015 Anda berangkatin umroh, Anda punya orang tua, Umi. Berdua sama Anda, 2 bulan kemudian meninggal dunia. Kemudian 2016 Anda umroh lagi sama orang tua. Umrohin. Yang punya duit, usahakan umrohin orang tua. Masih ada ibu, masih ada bapak, ntar nyesel. Duit dari mana? Allah yang punya. Anda sudah jalanin. Anda jangan sekarang dilihat sekarang punya tanah, punya rumah, punya mobil. Sebelumnya nggak punya apa-apa. Rumah masih ngontrak. Kalau kita kan mikirin kapan punya rumah. Bukan mikirin orang tua dulu. Orang tua aja mikirin anak. Nggak pernah mikirin pribadinya, kita yang sebagai orang tua. Kenapa kita sekarang udah jadi orang tua nggak pernah mikirin ibu bapak kita? Berangkat dua-duanya, 2015, 2016, 2017 Anda punya tanah. Bangunan belum punya. 2018 Anda berangkat umroh lagi. Sekarang beda, bukan diumrohin orang tua, Anda diumrohin orang. Travel umrohin Anda. Udah gratis dikasih duit 7 juta. Bonus ini rumah udah keganti tuh, lebih dari itu 2 orang tua. 2019 umroh lagi, dikasih duit lagi 10 juta. 2 kali umrohin 2 orang tua, 2 kali diumrohin orang. Travel yang minta. Dikata mutawif, bukan mutawif, di sana ada mutawif. Dikata TL, tahu TL, tour leader, bukan tour leader. Ya Allah Ta'ala punya gerakan, tour leader mah sampai 2. Kan sayang, tapi dimasukin nanti di situ, dikasih duit lagi 10 juta. Bangunan lagi kurang buat bangunan. Dapat rumah, dapat segalanya. Itu berkah dari orang tua. Jadi intinya, dan juga guru-guru kita di Majelis Taklim. Kalau kita punya persoalan hidup di dalam rumah tangga kita, ya, baik dengan istri, dengan suami, dengan anak, atau kesulitan ekonomi, apa aja yang kita alami dalam kesulitan kita, atau kesenangan kita, tergantung bagaimana kita sama orang tua kita. Kalau sama orang tua kita jadi raja, insya Allah dalam rumah tangga kita jadi raja. Ini almarhum banyak mendidik Al-Habib Muhammad bin Husin. Man khadam khudim, siapa yang berkhidmat akan dihidmatin. Dia khidmat sama orang tuanya, dia khidmat sama gurunya. Nanti minimal anak istrinya akan khidmat kepada dia. Dengar kata, ini ada istri Ani di dalam, Ani disuruh nikah sampai sekarang. Kalau kalian kan nikah diem-diem. Kalau tahun bini berantem. Tapi yang begini hari, tapi Anda sampai sekarang tetap satu. Dari pertama kawin Anda udah bilang, gue mesti nikah lagi nggak apa-apa. Itu karena qadarullah. Ibu-ibu juga yang ngaji sama Anda juga sering tahu. Jangan ngomel-ngomel kalau lakinya kawin lagi, karena itu takdir.
Kalau ibu pas dapat laki emang takdir ya bakal kawin 2, biar kata dicegah pakai golok tetap dia bakal kawin. Maut, rezeki, takdir kan semua dari Allah. Termasuk jodoh. Ya bro, ibu bantet dah kalau dapat laki yang takdirnya udah bakal 3. Entah ibu ke 1 ke 2. Arti gitu-gituan jangan jadi berantem. Tapi gini, Arya ini masih 1. Kalau ditakdir Allah Ta'ala, Faisal ini meninggalnya kapan, lahir kapan, jodohnya cuma 1 istri, biar gue bandel kemana-mana mau pacaran tetap atu. Sampai gini hari 1. Kalau takdirnya 1, anu udah doktrin istri anda begitu. Kalau bakal jadi 2 gak bakal kemana. Paham ya? Tapi kan ada kasbul ikhtiar, tetap aja kasbul ikhtiar kalah sama qudratullah. Ingat ini tauhid. Kasbul ikhtiar hanya usaha manusia, tetap takdir Allah di atas segalanya. Ini usaha, mau nyari 2, nyari 3, tetap aja sekarang 1. Kenapa? Ketika istri kita suruh kita nikah lagi, Anda di situ akan berpikir, kenapa? Anda harus cari orang seperti istri Anda. Belum dapat sampai sekarang. Makanya ibu-ibu, jangan pernah ngelarang lakinya kawin lagi, biasanya bakal nikah lagi. Laki biar ibu tahu nih semuanya kan banyak perempuan. Jangan suka ngelarang laki. Laki kalau dilarang sifatnya bandel. Karena dari SD, SMP udah begitu tuh tabiat laki. Diomelin jangan ngerokok, di ngerokok. Bener gak? Dia udah jadi laki, udah 50 umurnya, dilarang-larang, bandel dia. Ini gak dilarang-larang, kagak. Akhirnya apa? Takut sendiri. Nah jadi kembali lagi apa? Bisa Anda dapat istri yang begitu, ini bukan apa-apa. Karena berbaktinya kita, kan urusannya perempuan. Urusannya sama perempuan, sama sama ibu kita. Alhamdulillah masih ada, Anda belum laminating. Umi Anin nulis di buku hariannya, ketika meninggal, Anda belum tahu pas meninggal lagi acak-acak, ada tulisan, kata Umi Ana, Umi redo dengan Faisal. Ada gak kita yang ditulis sama ibu kita begitu? Ya, itu dari orang tua yang nulis sendiri. Ya, di catatannya biasa, kalau orang dulu kan gitu. Hatam Quran, dicatat tanggalnya sekian. Sampai urusan ibu Anda nulis sendiri, Umi ridho dengan Faisal. Itu ada sampai sekarang tulisannya. Anda kaget, ya Allah, Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sampai lisan terakhir beliau ridho sama Anda. Begitu juga Bapak Anda. Jadi ini segala urusan kita di dunia kan Allah Ta'ala kan katakan dalam Al-Quran. Kalau orang berbuat baik dibalas kebaikan. Kalau dia berbuat jahat akan diberi kejahatan sesuai perbuatannya. Kalau kalian sering nyakitin istri, nanti punya istri berumah tangga, tungguin bakal disakitin sama istrinya. Bakal dihianatin sama istrinya. Dan sebaliknya kalau kalian perempuan punya bapak sering nyakitin, nanti kalian akan disakiti oleh suami. Itu pasti. Kecuali kita bukan wali-wali Allah atau para nabi. Dia tingkatannya, ujiannya bukan karena dosanya. Bukan balasan karena perbuatannya. Lihat Habibuna Muhammad SAW. Kekasih Allah yang paling puncak, ujiannya luar biasa. Dari kecil udah ditinggal sama ibunya. Dari umur 6 tahun. Bahkan oleh bapaknya 2 bulan di kandungan. Apa kesalahan Nabi? Anaknya laki semua meninggal dunia. Dakwah ditimpukin orang. Ini derajat. Buat para anbiya, para wali. Itu bukan untuk nyuci dosanya. Tapi untuk naikin derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah. Nah kita nih makhluk-makhluk recehan. Jangan sok bersih. Pasti banyak Hisap aja udah diri kita, jangan suka nyalain orang. Tenang di hidup kita. Ada yang sakitin atau ada yang berisik. Wah ini hisap. Oh iya mungkin waktu umur 17 tahun main gitar di rumah orang ngeberisikin tetangga. Pantas kalau keluarga gue jadi berisik lagi. Begitu aja selesai. Oh gue waktu muda naik motor brang-brang mulai gang kecil. Yang situ ada nenek-nenek setan, anak siapit, anak sundelan. Wah segala macam sumpahnya. Belum lagi musola masjid. Wajar nanti kalau ketika kawin bininya rewel. Anaknya rewel. Cuci dosa begitu. Jangan diabung-abung sama guru-guru cuci dosa dengan istighfar. Enak amat. Besok gue ngerjeng perempuan aja. Astagfirullah, gampang amat ini. Setiap sesuatu perbuatan dosa bukan hanya istighfar untuk mencucinya. Tapi Anda rasakan bagaimana sakitnya Anda ketika menyakiti orang lain. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tentang keadilan Allah Ta'ala ada seorang yang dibunuh. Ternyata apa? Kakeknya dulu bunuh orang. Makanya nyuci dosa adik kisos dalam Islam begitu. Penzina, tungguin kalau enggak istrinya, anaknya atau cucunya bakal dizinai orang. Itu pasti pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup jangan pernah nyakitin orang. Siap saatnya kita bakal disakiti orang lain.
Jangan pernah kecewakan orang tua kita. Pasti nanti anak kita bakal kecewain kita. Jangan pernah nyakitin ibu bapak kita. Nanti anak kita bakal nyakitin kita. Cucu kita bahkan lebih dahsyat di zaman akhir ini. Ya untuk itu tidak lain kalau kita mau dapat keberkahan, mau jadikan kita hidup nikmat, bakti sama ibu bapak kita. Anu udah habis sudah. Ibu anu udah meninggal, abah anu tahun kemarin. Orang alim bukan orang alim. Orang kerja, orang biasa. Ya, Agil bin Hasan, Hasan sama orang kerja, bukan orang alim, bukan di dunia pesantren Anda. Anda dari dunia luar. Tapi sedikit ini dapat keberkahan, berkah guru-guru Anda, berkah orang tua. Meninggal tahun kemarin. Meninggalnya malam Jumat, jam 2 malam ngadep kiblat. Berapa kali nafas begini meninggal sunnah. Enggak ada sakit wala apa, malam aja masih ngobrol. Ya, Edok mana Edok tuh? Ya. Nah, kakaknya itu adeknya lagi dari Madura datang nemuin Anda punya orang tua, Ami jatuhnya. Pulang dia. Ya, dari sini pulang ke Madura, selesai istirahat, malam meninggal dunia. Nyesek sebentar biasa. Masak setengah jam naza habis. Anda belum pernah lihat naza yang begitu indah. Orang kan kita lihat naza sampai jengkang-jengkang, enggak ada, duduk aja begitu. Habis sudah selesai dalam keadaan duduk menghadap kiblat. Orang alim bukan, kenapa? Enggak usil sama orang. Kalau kita kan dikit-dikit usil. Yang seremnya apa lagi? Bersaudara berantem. Ya enggak bakal masuk surga. Ini dikit lagi mau nisfu Sa'ban. Jangan nisfu Sa'ban dong disiarkan di musola, di masjid, di majlis taklim. Alah buat apa? Anda sendiri nisfu Sa'ban. Kalau kalian bergabung dimanapun nisfu Sa'ban, bagus, Anda ke Pekalongan. Tapi sadarin dulu, diintrospeksi diri kita. Bikin rusak gak sama tetangga? Bikin bermusuhan gak sama tetangga? Ame saudara kandung kita, ame saudara kita misanan keluarga besar. Nabi katakan, gak bakal diterima di malam nisfu Sa'ban atau malam-malam lain orang yang musyahinan, bermusuhan. Udah cukup, makanya Anda sekarang gak main WA kan? Kenapa Anda gak main HP? Bukan Anda gak mau, Anda jadi banyak musuh. Karena gak sepaham, masalah cebong, masalah kampret, masalah vaksin, no vaksin. Anda stop udah setahun Anda gak main WA. Kenapa tujuan Anda tetap ingin silaturahmi? Ketemu yang banyak Anda ketemu dulu di WA. Jadi Anda gak mau punya musuh. Anda cukup bawa dosa banyak, gak usah bawa banyak dosa orang lain. Sudah selesai. Jangan bermusuhan. Beda pilpres, beda apa, segala biarin dah. Yang penting jangan kita punya Allah. Dia jahat, akan Allah balas kejahatannya. Dia baik, Allah akan balas kebaikan. Udah, kenapa kita gak punya Tuhan sih? Bahwa memusuhan dan sebagainya, beda pendapat dan sebagainya, jaga persatuan. Enak deh, rezeki gampang. Terutama dengan suami, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita. Keluar lagi dengan saudara-saudara kandung kita. Kemudian keluar lagi mana misanan-misanan kita. Anda ingin persatukan, gak ada berantem dan sebagainya. Temen, percuma bikin grup WA katanya buat gabung, buat akrab. Apa? Maki-makian, musuh-musuhan. Inti tahu musyahinan gak diterima sama Allah. Mau dia tahajud, dia mau baca Yasin 1000 kali Yasin. Kalau di musahinan berat nanti dikubur, berat di yaumil kiamah. Muka mandi disetor di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hilangan sudah. Kalau di nggak demen sudah. Kalau Ani nih main apa grup gitu, resek, udah keluarin sudah. Selesai sudah. Kalau nggak kita keluar selesai. Makanya Anda supaya menghindar nggak jadi berantem, Anda tutup. Alhamdulillahnya dalam 2 tahun sampai mau 2 tahun nanti Agustus nggak main media, undangan Anda tambah banyak. Lah bener. 100% melonjak. Ya tentu, amplopnya jangan tambah banyak. Yang dulu masih main WA orang kasih gopek, sekarang bisa sampai 5 juta Anda ceramah. Padahal ceramahnya begini doang. Subhanallah. Sampai Sukabumi kemarin Anda diundang. Kenal dari mana? Orang yang share nih kayak begini dipotong-potong. Tapi potongnya yang benar. Ntar potongnya yang kagak lagi. Akhirnya ntar jadi musuh negara lagi. Nggak ada urusan sama negara, nggak ada urusan apa ada. Anda bawa diri aja sulit. Ya bersatu, jangan dipecah belah. Jangan mau Habib keras, mau Habib lembek, Kiai keras. Udah bersatu. Kalau dia salah menyimpang urusan dia sama Tuhan. Selesai kan? Benar gak? Selesai, udah nggak ada yang lainnya. Nah sekarang ya jaga persatuan. Para habaibnya, para asatisnya, para kiainya. Yuk bersatu. Sama saudara-saudara kita. Hilangkan perbedaan ikhtilaf antara kita. Apalagi urusan cewek. Apalagi urusan dapur. Sayang. Ya enak kalau mati nggak bawa dosa. Ane saksi, wallahi ane saksi orang tua ane meninggal dunia. Wala alim wala apa. Satu dia menjaga
tabiatnya menjaga nggak pernah bermusuhan, dan yang kedua tidak tinggal baca rotib. Alhamdulillah tiap maghrib nggak tinggal baca rotib. Ya 5 menit lagi ya, emang mau jam 11, nanti Sayyidil Walid baca tawasul dari kamar. Beliau dalam keadaan mau istirahat. Ya biarin ya, karena beliau juga usianya udah 83 tahun. Ya, beliau lahir tanggal 6 Maret 40. Aneh tanggal 6 Maret 73. Istri aneh tanggal 6 Maret 82. Ya, jadi di kamarnya 3 orang sama ulang tahunnya. Nah, makanya aneh minta tanggokan. Ya, biasa ya, hiburan. Baca gosida, kemudian biasa jamaahnya nanggok. Ya, biasa itu hiburan kita. Senang kita. Mudah-mudahan apa yang kalian niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubil khusus bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke Baki, ke Ma'la, dan bisa berziarah ke Zambal, ke Hadramut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau andai kata niat kita sampai meninggal belum dapat, insya Allah ruh kita yang disampaikan ke sana. Yakin dengan Allah sayang sama kita. Tapi jangan dimain-mainin. Ya, tapi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ayo jalanin, insya Allah digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanggok. Ya. Jangan lupa, oh ya terakhir ya, jangan lupa selesai acaranya jam 11 makan, habis makan ya tolong jangan merokok di majelis aneh. Ya, aneh majelis aneh anda sterilkan. Silakan kalau mau ngerokok di luar majelis. Jadi di majelis jangan merokok. Udah selesai zuhur, sembahyang, buru-buru daripada sembahyang awalan kayak orang bener. Ya. Ya, nanti di luar situ kita majelis ada samar. Tahu samar? Ada gambus. Ya, ada gambus. Penyanyinya lagi pada ini dulu dandan. Ya, di depan. Nah, nanti insya Allah ada hadiah buat inti dari sumbang kalian. Terima kasih tetangga semuanya, donatur. Ada somai, ada es doger, sama cilok. Ada di depan nanti. Jadi sambil nonton gambus, ambil somai. Bayarnya mana? Kejam masih bayar juga. Enggak, gratis. Itu duit kalian, emang buat apa? Anda minta, tukang minta, tapi buat siapa? Jarang kan habis makan kebuli, nonton samar, makan. Coba inti panggil corona sambil makan, berapa duit tuh? 40 juta. Ame gue paling maulid cuma 40.000. Ya begitu aja. Ya, mari kita sambil baca tawasul ilahi ilahi ya dari dalam nanggok deh. Afwan minkum, Anda masuk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يجعلنا أولادنا بناتنا زوجاتنا ذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا ومن أحبنا وساعدنا ومن أحسن إلينا والمسلمين خصوصا ناره جدنا الحبيب عثمان بن عبد الله بن عنقل بن يحيى جد الحبيب أحمد بن القادر السنقة وجدتي فاطمة بنت زينب جدي أحمد فشاني بن جدي هدى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة
ولمن أحبني واشرح لي صدري ويسر أموري بكرامتي والدي واقضي حاجتي بكرامتي والدي واقضي حاجتي يا Allah Tuhanku, orang yang sabar jadikanku, luluskan hajatku dan keteguran berilah aku, selalu aku mengaku bodoh dan tak berilmu, walaupun begitu aku
sampaikan tujuanku. Ampuni dosa-dosaku dan orang yang mencintaiku. Lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Dengan keramat orang tuaku, luluskanlah hajatku. Dengan keramat orang tuaku, kabulkanlah doaku. Amin, amin, amin. Kabul. Enak. Ya alhamdulillah sudah selesai pas jam 11. Tolong panitia atur ya akan kebuli yang datang, kemudian berjamaah. Jadi sebelum kebuli keluar biasa atur sop dulu yang rapi. Atur sop yang rapi. Silakan isi tempat-tempat ya biar berhadapan. Ini berhadapan dua, ini berhadapan dua. Nah. Cari pasangan. Ini ke sini. Gak apa-apa. Ya, rezekinya memang. Iya, gak apa-apa. Atur sop.